مساء الخير. من كام يوم كده طلع القوانين بتاعه الإيجار القديم وخلاص الدولة خدت قرار فيها، وكلنا عارفين الموضوع ده بقاله كام يوم. لكن حبيت ان انا اقول رأيي كده في حتة، وهي ايه اللي ممكن يحصل على السوق العقاري في مصر بالنسبة للقانون ده. اول حاجة تذكرة كده بالقانون، هو اللي حصل ان خلاص خلال 5 سنين اي حد معاه حاجة تجارية او ادارية مأجرها قانون قديم هيطلع منها خلال 5 سنين، والسكني هيكون بعد 7 سنين. طبعا في شوية تفاصيل كده جوه القانون، لكن الاهم فكرة ان هو ازاي هيأثر على السوق العقاري في مصر. فكرة ان هو كمان 7 سنين انت كمالك ممكن تخرج من شقتك، ده هيساعد المدن الجديدة او هيزود الطلب عليها بنسبة كبيرة جدا. ليه؟ لان كمان 7 سنين الناس هتقول طيب بدل ما انا ادفع كاش وقتها، لا ان انا ابتدي اشتري وحدة من دلوقتي قسط في مدينة جديدة او حاجة، بالتالي ان انا استفيد من موضوع التقسيط. طيب بالنسبة للنقطة بتاعت العقارات اللي هتفضى بقى بعد كده، يعني كمان 5 سنين وكمان 7 سنين، طبعا هيكون في كم مش قليل من الوحدات العقارية متاحة، رجعت للملاك بتاعتها وبقت موجودة للسوق. ده ممكن يزود المعروض ساعتها، ولكن ده هيتوقف على حاجة بالنسبة ده هيعمل ايه في السوق. ما نقدرش نتنبأ بيه دلوقتي قوي، لان هو متعلق شوية في سعر الفايدة. ليه سعر الفايدة؟ علشان وقتها لو سعر الفايدة منخفض ده هيشجع البنوك وهيشجع الشركات ان هي تمول الشقق دي للي عايز يشتري، فبالتالي في ناس من محبين المناطق القديمة وممكن السوق يستوعب ده. لكن في حالة ان لو الفايدة عالية، ده ممكن فعلا ساعتها يعمل مشكلة في زيادة المعروض في المناطق دي، فده ممكن يسبب أزمة. لكن في كل الأحوال على المدى القصير والمدى المتوسط ده ممكن يزود الطلب على المدن الجديدة والحاجات، خصوصا الحاجات اللي فيها تقسيط.